السلام عليكم. هذا الفيديو لاصحاب المثلث. اصحاب المثلث تعالوا لهنا. كم هير لا غداي كم هير. دائما وانتم تقولوا ان احنا البياعين، وان احنا المرتزقه، وان احنا الذين اتينا بالشماليين، وان احنا الذين طالبنا بالوحده، وان احنا الذين جينا بالوحده وجبنا الدحابشه ومدري ايش، وهذه الاتهامات. وهو العكس. الصحيح العكس. انكم انتم من رحتوا طالبوا بالوحده. انكم انتم من اسقطتوا السلاطين، انكم انتم من اسقطتوا الجنوب، انكم انتم من رحتوا جبتوا الشماليين، انكم انتم من زمان من ايام علي عنتر. والدليل هذا تحقيق الوحدة اليمنية، لأن الوحدة اليمنية لا زالت هدف رئيسي من أهداف نضالنا الوطني، وما نعتبر أن هناك، نحن نحس بأننا لم نستكمل مهمات التحرر الوطني، ومن ضمن مهامنا النضال من أجل تحقيق الوحدة اليمنية. هذا أول فيديو وعمكم علي عنتر يطالب بالوحدة، وهذا ثاني فيديو. بالروح بالدم نفديك يا يمن، فقولوا معي لعنة على السلاطين الخونة. وعمكم علي عنتر يسب للسلاطين، والجماهير يهتفوا كلهم بالروح بالدم نفديك يا يمن، وهو يهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن. أسألكم بالله جاوبوا بصراحة وناقشوني بأدب وباحترام. من هو اللي يدور الوحدة من زمان؟ من هو اللي باعنا وجاب الشماليين وجاب الوحدة؟ انتم أم نحن؟ نحن الآن حاليا مع اليمن الكبير ومتمسكين فيه، ما بنفلت له. كنا أول صح دولتين يمكن، لكن أنتم من جبتوا الوحدة، جلبتوا الوحدة، ونحن الآن تمسكنا بها ولن نفلتها. وهذا المقطع الثالث دعاية مني لكم. شوفوا فوق صوت الحزب ونسمع هتافات يمنا ديمقراطي وموحد، ونسمع هتافات بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذه شحن قوية يتغذون فيها من أجل مواصلة المسيرة، من أجل أن نستمر خدمة جنود حقيقيين لخدمة كادحين نحن بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني. وسعداء جدا أن أصبحت ثقافتنا بالروح بالدم نفديك يا يمن، بدل ما كان نحن فوق صوت الحزب. قلنا لكم عمكم علي عنتر هو اللي جاب الوحدة، عمكم علي عنتر هو اللي جاب عبد الفتاح اسماعيل وخلاه يقتل ويذبح فينا، وانتم اللي طالبتوا بالوحدة سواء من الماضي او من الحاضر. عمكم عيدروس هو اللي جاب رشاد العليمي، وجاب معين عبد الملك، وجاب طارق، وجاب وقبلها علي عنتر. ليش تخفوا الفيديوهات حق علي عنتر؟ ليش؟ انا استعرف ليش 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 لو ان علي عنتر من ابين ولا من شبوه ولا من منطقه اخرى غير يافا او المثلث او من ضالع او من ضالع، اقسم بالله العظيم انكم لا تنزلوا الفيديوهات حقه كل دقيقه وتقولوا انه مرتزق وبياع، وان نحن اللي بعناكم، وان احنا مدري ايش. لكن دام انه من المثلث ستروا، وبالذات لانه من الضالع ستروا على مقاطعه. التاريخ ما يرحم، التاريخ ما يرحم. انا وعيالي وعيال عيالي الاجيال اللي بعدنا ما بننسى هذا الموقف، ولا بننسى موقف علي عنتر ومواقفكم، وانكم انتم من جلبتوا الوحده، ونحن الان نقول بالروح بالدم نفديك يا يمن. تحياتي.